السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في يوم جديد وفيديو جديد. هنعمل النهارده كيكه البرتقال. طبعا البرتقال منفعش يطلع وما نعملش كيكه البرتقال، لازم هنعملها النهارده بطريقه سهله جدا وبسيطه. بس انا النهارده بقى كيكه النهارده فيها شويه مزازه، مش مختلفه شويه. عصير البرتقال فيها كتير، يعني مفيش فيها لبن خالص، هي زيت وبيض وعصير برتقال، وحطيت كمان فيها فروتي، ففيها نسبة مزازة. تعالوا نقول لكم الاول حطينا ايه. حطيت 3 بيضات، حطيت كوباية سكر، وحطيت رشة فانيليا. الفانيليا اللي انا حطيتها في الاول دي ما تحطهاش، لو انت عندك فانيليا بالبرتقال هتحطي. وعندك اللي هو الفروتي اللي هو بالبرتقال ده برضه هتحطي. تمام. فالفانيليا اللي احنا حطيناها الاول دي تستبعدوها وما تحطوهاش. عندي بقى القالب، اي قالب بقى هعمل فيه الكيك بتاعي. هدهنه بالاول كده زيت. طبعا حطيت الخليط ده يتضرب، اللي هو الثلاث بيضات وكوبايه السكر، حطيته ينضرب في الخلاط كويس جدا على ما الخليط يديني قوام ابيض كريمي كده. هبدا اكمل بقيه الخطوات. هبدا اول وقت كده احط نص كوبايه زيت، نص كوبايه زيت بس مش اكتر، هتبقى مناسبه جدا للكميه اللي احنا عاملينها. وهحط كمان كوباية الا ربع عصير، لا مش ربع، يعني كوباية الا معلقتين كبار عصير برتقال. عصير البرتقال ده كان حادق جدا، فالكيكة فيها مزازة، نسبة مزازة حلوة برضو. طبعا لو انت بتحبي الكيك بتاعك يكون برضو مسكر، ما يكونش طعم البرتقال مبين فيه قوي، تقدري تحطي نص كوباية عصير برتقال بس كفاية، وكوباية ونص سكر علشان مزازة البرتقال ما تبانش معاكي في الخليط. حطيت بقى شوية فانيليا كده بالبرتقال. طبعا لو انت عندك فروتي ما تحطيش فانيليا بالبرتقال، لو انت عندك فانيليا بالبرتقال ما تحطيش فروتي، لان الاتنين بيدوا نفس النتيجة. وانا لما حطيت الاتنين زودي له برضو المزازة. فانت كل اللي انت هتحطيه 3 بيضات، كوباية سكر، رشة من الفانيليا اللي هي بالبرتقال، بس كده. وكوباية الا معلقتين عصير برتقال. هنحط بقى كوباية دقيق، عليهم رشة ملح، وعليهم معلقة بيكنج باودر. وهندخل الدقيق كده هيطلع لي حاجات كده، هشيلها تاني وهعمل وهقلب بالخليط بقى، وهشوف انا محتاجة مواد جافة تانية ولا لا. هقلب بقى كده كويس. زي ما انتوا شايفين، هشوف القوام محتاج. انا احتجت تقريبا على القوام ده معلقتين دقيق بس، اتنين، لا ربع كوباية. حطيت ربع كوباية، ربع كوباية دقيق تانية على الخليط، لان حسيته سايل شوية. حطيت ربع كوباية زي ما انتوا شايفين، مش مكبوسة، يعني هما فيها 3 معالق يعني. حطيت 3 معالق كده بدون ربع كوباية. يبقى اللي احنا استخدمناها 3 بيضات، كوباية سكر، نص كوباية زيت، مع كوباية عصير برتقال إلا معلقتين، رشة فانيليا بالبرتقال عشان تعزز بس النكهة، ولو فانيليا تانية ومتحطيش برتقال عادي مش مشكلة. وكوباية وربع من الدقيق، ورشة ملح، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، كبيرة من بتاعة الشاي، من بتاعة الشاي، مش كبيرة من بتاعة الأكل، عشان طبعا البيكنج باودر لما بيكتر بيهبط الكيك معانا. طبعا رشة ملح الأساسية في كل الحلويات اللي احنا بنعملها أو في كل الكيكات. ظبطت الدنيا كده بقى، هجيب القالب وهبدأ أنزل بالخليط بتاعي كده واحدة واحدة على القالب. الخليط زي ما انتوا شايفين القوام بتاعه مش سايل قوي ومش تقيل، يعني وسط كده، القوام الوسط ده. هنزل بقى كل كمية البرتقال بتاعتي، كمية الكيكة، كيكة البرتقال هنزلها طبعا كده. وهنعمل ان شاء الله كيكة برتقال يعني هنعمل كذا طريقة، مش الطريقة دي بس. البرتقال بيكون كتير وملسوق، فهنحاول نظبطه كده ونعمل بيه وصفات حلوة او كيكات حلوة، وينفع في الكيكات حلو جدا يعني. هنعمل ان شاء الله كيكات وهندخل فيها اللبن وعصير البرتقال مع بعض. هنعمل جليز البرتقال، يعني هنعمل ان شاء الله حاجات كتير. منديل مطبخ بقى، فوطة مطبخ نضيفة، نمسح بس الحاجات دي علشان ما تتحرقش في الفرن، ونتخدع نقول الفرن الكيكة اتحرقت او كده ونفتح عليها.
وللاسف زي ما انتوا شايفين هي شكلها حلو، بس الفرن طلع يعني ايه شد حلو عليها شوية. مش مشكلة، بس ابني فتح الفرن في نص تسوية الكيك. طبعا الكيك ما بيتفتحش عليه ما بيتفتحش عليه الا من بعد دخوله الفرن 35 دقيقة. نبدأ ان احنا نختبره او نبص عليها. وطبعا درجة حرارة 180 من فوق من تحت بس من تحت بس. لما ترفع معانا وتعلى هنبدأ نشغل الشواية لو هي ما احمرتش. لو في مروحة هشغلها. طبعا لو ما كانش ابني فتح عليها الفرن كانت طلعت اعلى من كده. بس شوفوا بقى سفنجة يا جماعة مش كيكة والله. هشة جدا 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 وطعمها حلو. طعمها فيه مزازة حلوة كده من الفروتي والبرتقال. طبعا لو انتي مش بتحبيها متحطيش الفروتو او الفروتي زي ما انا قلت علشان تبقى لطيفة كده. شوفوا جميلة جدا والله ولونها حلو. وشكلها حلو وتنفع جدا جنب كوباية شاي بحليب. حلوة برضو. فطار سناكس كده ما بين الفطار والغدا بقى يعني. ابدعي بقى واي حاجة يعني يا ماشية وشغالة. ونقطعها كده زي التوست. ونقدمها بقى بالهنا والشفا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. ونتابع كل الملاحظات اللي انا قلتها في الفيديو. زي ما انتم شايفين هشة وفيها فراغات من جوه جميلة. وزي السفنجة. ويا ريت بقى ما تفتحوش الفرن عليها لما تحطوها او ولادكم كده ما يفتحوش الفرن علشان ما تاخدوا نتيجة برضو تكون احلى من كده ومرضية عن كده. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم. ولادي يا جماعة مش مستحملين. والسلام عليكم ورحمة الله.